السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. اليوم غنهضر لكم على الجوع. بقى معايا للاخير باش تفهم شنو اللي كيوقع لنا مثلا في رمضان. كنجوعوا ولكن وسط النهار واخا البارح مثلا راه خلينا الطبله عامره ما قدرناش نكملوها، ولكن الغد اللي كتلقى راسك انك باغي تاكل هادي وباغي تقدا هادي وباغي تقدا هادي وتوجد هادي وتجيب لمرتك مثلا طيب هادي، ولا انت خرجتي كتبغي تقداي كتبغي تصايبي هادي وكتبغي تصايبي هادي وكتبقى تشهي ودماغك كتبغي تزعما تصايبي شي حاجه اللي واو 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 طوب طوب طوب. وفي الفطور واخا ما تقدريش تكملها، المهم كتكوني كتجري كتدير واحد المجهود في انك طيبي شي حاجه زوينه، وراجلك مثلا كيمشي كيبغي يجيب احسن حاجه يجيبها لك للدار باش تفطروا لانكم صايمين. واخا خصكم تقراو القران والعباده والصوم وما خصكمش ديروا بزاف ديال الحوايج خايبين، ولكن حتى النفس كتشهى وكنمشيو كنتقداو وكنجيبو. لذلك في الايام العاديه اشنو كيوقع؟ في الايام العاديه ما كتكون عندك كاع الخاطر كاع الماكله، هالماكله كاينه معرمه مكركره وما كتسديها كاع فيها، كتاكل بزز عليك، ولا كتغدا كدير طاجين ديالك ولا كسكسو ولا كتاكل صافي ماشي بحال بديك اللهفه بحال كيف كيكون في رمضان. كذلك في الحياه ديالنا كلنا كنجريو على الفلوس، اللي باغي يدير دار، اللي باغي يدير فيلا، اللي باغي ياخذ اخر ما كاين في الطوموبيلات، اللي باغي يخدم باش يتزوج. يعني اي واحد في العالم كيقلب على الفلوس بطريقه او باخرى باش نكونوا فاهمين. حتى الاغنياء كيقلبوا على مكتر، والفقراء كيقلبوا على يكونوا متوسطين ومتوسطين كيبغيو يقلبوا على الغنى، وكل واحد كيفاش داير، كل واحد كيفاش ندار فيها الله. واللي عنده مليار راه خاصه درهم باش يكمل مليار فاصله شي حاجه، وهكذا كلشي نسقي بمغرفه واحده بلا ما ننكروا الواقع. هذا هو الواقع وهذه هي الغريزه الانسانيه بلا ما نكذبوا. الا واحد النسبه قليله من النبلاء اللي كيكونوا في شي شكل. المهم انا ما غاديش نهضروا على الاستثناءات. فاش تكون انت كتقرا وما في حالكش وكتقلب وكتجتهد في انك تكمل وتاخذ لا ليسونس ديالك ولا تاخذ الماستر ديالك ولا شي حاجه وما عندكش، كمل قرايتك ماشي مشكل. فاش تكوني انتي كتحاولي تحسني من الوضعيه الماديه ديالك باش تكوني في محسن، ما تبقايش تفقسي وتفشلي وتقولي والناس فين واصلين وانا ما نقدرش ندير حتى خطوه. بالعكس، هذاك الفقر اللي عندك ولا هذيك الحاجه اللي عندك هو لا موتيفاسيون اللي غتخليك انك توصلي، كتموتيفيك كتحفزك. هذاك هو الحافز اللي كيدفعك، لانه نهار تحسي براسك انك ما عندكش واحد الرغبه في انك لا تقراي ولا تخدمي ولا توصلي ولا تبدلي من الوضعيه الماديه ديالك او الوضعيه الاجتماعيه ديالك او الوضعيه الاقتصاديه ديالك او الوضعيه كيف ما بغات تكون ديالك، عرفي انك داخله في اكتئاب. لذلك اي واحد كيدمر وكيتابر انه يكون غادي مزيان في حياته ما يفشلكش انه واحد احسن منك فيتك بزاف ديال المراحل. راه ممكن انه واحد ساكن في فيلا مثلا، نهضروا على السكنه مثلا، واحد ساكن في فيلا بحال واحد المثال، واحد السيده كانت ساكنه في دار وبقات كتحاول انها تسكن في واحد الفيلا. كانت شرات الارض، من الارض بدات كتبني وبدات كتصلح وبدات وحق سيد ربي الا ما سكنت في هذيك الفيلا حتى لفظات الانفاس ديالها. سكنت فيها ما كملتش فيها 7 ايام ماتت. تخيلوا ماتت. يعني هذيك تمير اللي ضربات تبنات الفيلا سكنات فيها باقا ما فرحاتش بها. ديك باقي المعلميه كيصايبوا ليها في الكوزينه، قالت لهم الكوزينه بغيت يكونوا فيها 3 ديال البوطاجي، واحد هكا واحد هكا واحد هكا، ما بغاتش هي غير 2، بغات هي 4 وبغات تزيد في البلاكارات، وباقي عندها القباص وباقي عندها النجار. ماتت.
يعني ومازال ما كملاتهاش، وفي ناسها كيف ما بغى لها طامطو ديال راسها ماتت. داكشي علاش ممكن انت اللي ما عندكش تقدر تكون انت متمتع بالحياة احسن من واحد غني. راه ممكن واحد غني وعنده فلوس كيكونوا عنده الديون، كيكونوا عنده المشاكل، كيكونوا عنده بزاف ديال لي زونغاجمون، كيكونوا عنده بزاف ديال المشاكل، ساني مع شي ناس وباغي يلغي الشراكه مع شي ناس، وداير وما مرتاحش، وكيبات غير في لي زوتيل وما مرتاحش في لي زوتيل حيت كيعجبو يجلس في دارو، ودارو بعيده وجالس هنايا ودير كذا، ولا جالس في دارو ما مرتاحش ما فرحانش، يدخل الدوش ما فرحانش كيفكر في واحد المشكل. ممكن انت تكون ساكن غير في دويريه ولا هي في شي بلاصه صغيره وتقدر تكون انت فرحان احسن منه، غير انت كيكون عندك واحد الحلم ديال انك ما كرهتيش دير ودير ودير. سي بيان، مزيان مزيان عالي. علاش خصنا نحمدو الله ونشكروه؟ مزيان نكونوا عندنا واحد لا موتيفاسيون اننا نديرو، ولكن نكونوا حامدين الله وشاكرينه، لانه كاين اللي واصل وما عندوش الصحه. ممكن انه مثلا كتحط له السفره ديال الاكل بما لذ وطاب، ولكن ما عندوش لابيتي انه ياكل. الشهيه ديال الاكل مفقوده، يا اما بسبب صدمه، يا اما بسبب مرض، يا اما بسبب شي حاجه نفسيه، يا اما بسبب مشاكل بزاف. وكاين اللي عنده فقط طاجين وخبزه، وملي كيطيب داك الطاجين وتدفع عليه البوطه كياكلو حتى كينحس القاع، وكيحس بالبنه، وكيشرب من وراه شي بريد ديال اتاي مشحر، وكيحس بالنغمه ديال هذاك اتاي مثلا. انا كنهضر لكم على مثال مثلا. والاخر ما كيحس. علاش نتوما كاين شي وحدين متدمرين؟ هذا هي الجمله، هذه هي الكلمه اللي كنقلب عليها من قبل وما لقيتش. كاين اللي متدمر غير كيشكي وغير كيبكي، وانا هذا هو لو جونغ اللي كنكرهو في حياتي، التدمر. كاين اللي غير طالع ليه الدم تا اكي عادي ما شاء الله، هذا ما متدمر غير كيشكي ويبكي وما عجبوش الحال وينقر ويتبعك. تهضر معاه انت بعدا راه احسن مني، وانت بعدا راه احسن مني، وانت بعدا راه عندك، وانت والعمى. انا ما كنحملش المتدمرين. المتدمرين ما يدير، ما تخليك دير، ما عنده موتيفاسيون، ما والو. اشنو تابع؟ المقارنه وما تيحمدش الله، ما مقادها لا مع الله ولا مع راسو ولا مع الناس اللي محيطين به. كل طاقه سلبيه في طاقه سلبيه. يا ربي السلامه. وكاين شي عيالات عاوتاني متدمرين مع الازواج ديالهم. جاب ليها قفاد الخضره تقول لي مالك ما جبتي ليا فيها البعويد، جاب ليها التقديه ومالك ما جبتي ليا فيها زيت العود، جايب ليا الرومي. وانا الحمد لله وشكر يا عباد الله. لا ما يمكنش، راه ما يمكنش. التذمر هذاك النقير راه بزاف. التابعه راه خايبه. كاين اللي كتمشي عند المراه وتبقى لها ايوا انت بعدا عندك هذه انا ما عندي، وانت بعدا عندك، واخا تقول لها المراه انا فيا الكلاوي تقول لها وانت بعدا فيك الكلاوي، اما انا راه فيا القلب والريه. والله يعطي امك الجدري